السلام عليكم. أنا اليوم ضيفة على جريدة أخباركم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. كوثر هي واحد الإنسانة اللي هي طموحة، واحد الإنسانة اللي هي أم 3 أطفال. عندي براند ديالي وعندي واحد تولي ديالي، والحمد لله يا ربي خدامة هزا وليداتي بها في العمر ديالي 32 سنة. بدايتي في مجال الخياطة كانت واحد بداية اللي هي صعيبة بزاف. انا كنت بداية ديالي اللي كانت هي في 2017. كنت كنخيط عندي ماكينة في باب السطح. الحمد لله يا ربي كانوا عندي كليان، ومتما بدات البداية ديالي في هذا المجال هذا، والحمد لله كافحت. ومور ماكينة رجعوا 2 رجعوا 3 رجعوا 4، واخا يعني جبرت صعوبات في هذا الدومين هذا، جبرت صعوبات بزاف مع الناس الحمد لله يا ربي. صافي اي حاجه كتوقع فيها خير. سمحت في هذا الدومين هذا وصافي طحت من الزيرو. من بعد عاوتاني قاومت ورجعت من جديد. فكره براند الحمد لله يا ربي انا معروفه عند الناس ومعروفه الحمد لله، يعني كنت كنخدم الناس معروفين في السوشيال ميديا، وحسيده في السوشيال ميديا هي اللي كانت اقترحت عليا باش انا نعمل البراند ديالي. انا كنخيط بلدي وكنخيط رومي، وهي قالت لي لما لا تينا كتخيط بيدك وكتفصل بيدك الحمد لله وكتخدم اي موديل، علاش ما تعملش براند ديالك؟ من تما جاتني انا فكره. اول بدايه البراند ديالي كنت كنخيط الحوايج ديال اطفال صغارين، من بعد رجعت كنخيط الحوايج ديال الناس كبارين، والحمد لله يا ربي من تما وانا ماشيه في الدومين ديالي. في البدايه ديالي جبرت بزاف ديال الصعوبات مع الناس نفس الدومين. الناس كتهاجمك، الناس كتقلل منك، كطيح بيك، كتنزل عليك بطال، كتشوه السمعه ديالك وبزاف ديال الحاجات. كيفاش واجهت المنافسه؟ هي صراحه الله صعيبه واحد شويه، باش انتينا كتجبر كلشي واقف ضدك وكلشي باغي يطيح بيك وكلشي باغي اسمك ما يبقاش في السوق. لي انا كانت وقعت لي شي ظروف وكنت شديت المحل ديالي وخرجوا عليا بزاف ديال الاشاعات اللي هما خايبين، وكل واحد شنو بقى كيقول فيا. والحمد لله ربي انا واخا داكشي اللي تقال فيا كامل رجعت من الدومين ورجعت بنفس القوه ورجعت من جديد. والحمد لله ربي كاينه ناس وقفوا معايا في الخفاء. عندك واحد السيده معروفه في السوشيال ميديا هي اللي كانت مدت لي يد العون، واول اول 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 يعني كوموند كانت غتجيني من عندها اللي هي كان عندها براند ديالها. والحمد لله يا ربي خدمت معاها وخدمنا وطولنا انا وياها في الخدمه. هي انسانه معقوله وانا عاوتاني كنت كنوجد لها الشغل ديالها في الوقت. صافي والحمد لله يا ربي. واجهت تهديدات مع عند الناس اللي هما في نفس الدومين. مثلا انا كنبيع التشاندر 250 درهم، وحده اخرى كتقول لك كتعيط لك وكتبقى تسبني كتقول لي علاش طيحتي علينا السوق، علاش كتخدمنا بالموديلات ديالنا. رغم ذلك انا هو موديل كيتنزل كلشي كيهزو كلشي كيخدم به. كنجبر مشاكل بزاف مع الناس. هي من حق الدار على التصور ديالها، ومن حق الحق ماشي تعيط لي وتهددني وتسبني وتعيط لي في الوحده الليل، وعاد كيعيطوا لي بريفي كيجبروا لنا انا ما كنعرفهمش، انا كنعرف الصوت ديالهم كاملين بيهم. بنات ديال الدومين اللي كاينه في السوق كل واحد الله يسهل عليه بالحق. اغلبيه ما كيستاهلوش وما كيستحقوش باش تقول انا عندي براند ديالي. ملي تقول انا عندي براند ديالي خصك تكون كتفصل وكتخيط وتكون تينا خياطه وانتينا كتعمل كلشي بيدك، ماشي تجي تدخل الدومين. انا كنشوف بعض البنات غير مدحسين في الدومين، وهذا الدومين هذا طيحوا به بزاف، قلوا منه بزاف، رغم انه هو كان واحد الدومين اللي هو عاطي بزاف. دابا ما بقاش يعطي نهائيا. بالنسبه للبيع ما بين اونلاين وما بين الواقع، صراحه الله البيع اونلاين هو احسن حاجه. انا كنخدم بلي طاي الحمد لله ربي. انا ديجا كنت تكنيسيان كاليتي كنعرف لي طاي كاملين. يعني اين فوا كتقول لي كليانه انا طاي ام ولا ال، كنعرف العبار ديالها. كنقول لها مثلا عندك طايه ام عندك 25 26 في الصدر حتى 27، عندك طايه ال عندك 29 في الصدر. يعني الطاوله الطاوله انا كنتحكم فيها. رغم ان عندي خبره في الدومين ديال سنوات. ربي ديالي كانت في 2015. كنوازن ما بين الخدمه ديالي وما بين الدار. انا عندي 3 ديال الوليدات اللي هما رؤيا ونسيم وسراج، ربي يحفظهم لي ويخليهم لي. الحمد لله يا ربي انا كنطيح وكنوض معاهم. كنحاول نعمل الوقت للدار والوقت للخدمه ديالي باش ما نخليش وليداتي ناقصين وحتى الخدمه ديالي عاوتاني نمشي فيها مزيانه.
عندي واحد الوقت اللي انا كنجي فيه نمحل باش كنفصل وكنخلي الشغل الخدامه، وخصني في الوقت اللي غيجيو فيه ولادي من المدرسه خصني نكون انا في الدار باش نعطيهم ياكلوا، باش نحفظ معاهم وباش نكابل وليداتي، حيتاش انا اللي كاينه معاهم بوحديتي. العكس انا كنعطي الوقت لوليداتي اكثر من الخدمه صراحه الله. كنخرجهم، كنجلس معاهم، كنقضي معاهم اوقات، كنحاول نعمل الوقت للخدمه والوقت للوليدات ديالي باش انا كنعطيهم حقهم، ولادي كنعطيهم حقهم، والخدمه ديالي عاوتاني اللي هي كناكل منها واحد طرف الخبز لولادي كنعطيها حقها. حق المسؤوليه صعيبه على المراه، حيت المراه صعيب باش تخدم الدور ديال الاب والدور ديال الام، باش تكون تينا ام لثلاثه ديال الاطفال وما شاء الله كيقراو وكتتابع الدراسه ديالهم وكتعمل كل شيء بوحديتك، منك اي حاجه، يعني منك كل شيء، منك تكسيهم، منك تكون مرأة، تكون راجل. وبعض الأحيان ما كنحسش براسي مرأة، كنحس براسي راجل، حيتاش كنهز صباط الدرجة، ما كنهزش صباط النساء. رسالة الأم ديالي، أنا ماما كافحت علينا بزاف، واحد المرأة اللي هي قوية. توفى الأب ديالي وقرتنا وكبرتنا، كنقول الله يخليك تاج فوق راسنا وكنبغيك، وتا شي حاجة في الدنيا ما تخليني بعيدة عليك، وعيني لا طلبت علي نعطيها لها. ماما هي قدوة ليلي، قدوة لخوتي، قدوة لينا كاملين. ماما وحمرة شريفة عفيفة، ربتنا وعرفت ما ربت الحمد لله يا ربي. رسالة لكل مرأة، كنبغي نقول لكم هذا المنبر هذا، تعلموا الصنعة، اعملوا الصنعة في يدكم. اللي عندك شي بروجي حاول تكبروا، ما تشوفش موراك، شوف قدامك. طبعا اللي غيجي غيطيح بيك واللي غيجي غيقلل منك ولا غيقولك شنو كتعمل، لا ما تديهاش فيهم. شوفوا القدام، شفتينا شنو كتعمل، راسك انتينا شكون تينا. حاولوا اللي عندك اي حاجه في يدك، اي صنعه، حاول تزيد بها للقدام. ما تفشلش، ما تقولش انا فشلت، لا، شحال من فشله، شحال من طيحه كترجعك قوى من داكشي اللي داز. رساله لكل مرأة، عمل صنعه في يدك، غيجي واحد النهار وغتجبر راسك بوحديتك وما غتجبرش باش غتوهز وليداتك، حيتاش في هذا الزمان ما بقاتش الثقه.